بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى المراجعة النهائية للصف السادس. مجهزين مراجعة كده حوالي عن 50 سؤال، فإن شاء الله كده تستفيدوا منهم إن شاء الله. السؤال الأول بيقول لي باستخدام الخواص أوجد ناتج سالب 32 في 12 زائد 32 في 12. الخاصية اللي أنا بستخدمها هي خاصية توزيع. هتلاحظ كده إن أنا عندي عدد بينضرب كل مرة في عدد، زي العدد 32 انضرب هنا مرة في السالب 12 وهنا انضرب في ال 12. هنا بقى لما أجي أحل باخد إن ال 32 دهيت بكتبها أنا مرة واحدة، بقول فيه وبفتح قوس. اول مره انضربت في السالب 12 بكتب سالب 12. هتلاحظ ان انا كتبت ال 32 موجبه، يبقى السالب الاشاره السالبه دي بتاعت ال 12 زائد هاخد ال 32 برضو كتبتها بره تنضرب في 12، يبقى اكتب الموجب 12 داخل الاقواس. الخطوه اللي بعدها هسيب ال 32 زي ما هي واقول فيه واطلع ناتج القوس. طبعا سالب 12 وموجب 12 هنا يبقى الناتج صفر، طبعا دي خاصيه المعكوس الجمعي. 32 في صفر الناتج ان هيطلع معايا صفر. المساله اللي بعدها زي بالظبط، المرة دي بقى العدد اللي بيتكرر هو العدد سالب 25 زي ما احنا شايفين كده، مرة مضروب في 38 ومرة مضروب في 62. يبقى ناخد السالب 25 اكتبها مرة واحدة واقول فيه أول مرة انضربت في 38، طبعا هنا هكتبها موجبة لأن الإشارة السالبة خليتها ل 25. طيب وهنا انضربت في ال 62 يبقى أقول موجب 62. هطلع ناتج القوس، ناتج القوس المرة دي هيطلع لي 100، يبقى الكلام ده سالب في موجب بسالب 25 في 100 هيطلع لي ب 2500. المسألة اللي بعدها نفس الفكرة، 23 هنا انضربت في 48 وانضربت هنا في 53، وهنا عندي 23 مكتوبة بس لوحدها كده. طيب يبقى في الحالة دي هي مضروبة في الواحد. طيب يبقى لما اجي احل هاخد ال 23 دي اكتبها مرة واحدة خارج القوس واقول فيه، وهنا عندي أول مرة انضربت في 48 اكتب 48، وبعد كده انضربت في 53 موجب 53، وبعد كده انضربت في السالب 1. 23 برضه هي في، هنجمع اللي في القوس 48 53 101 101 ناقص 1 يديني 100، يطلع الناتج معايا 2300. المسألة اللي بعدها مديني هنا سالب 49 زائد 38 زائد 49. طيب هلاحظ ان السالب 49 و 49 هنا دول عددين كل منهم معكوس جمعي الاخر، يبقى انا محتاج ان انا ابدل عشان اجيبهم جنب بعض. يبقى لما اجي احل هكتب هنا السالب 49 بعد كده موجب 49 وبعد كده هكتب ال 38. دي خاصية الإبدال. بعد كده هاخد السالب 49 مع الموجب 49 أحطهم في قوس وخارج القوس الموجب 38، دي خاصية الدمج. بعد كده هطلع الناتج سالب 49 وموجب 49 بصفر زائد ال 38، ده خاصية العنصر المعكوس الجمعي. يبقى سالب 49 49 ناتجهم يطلع بصفر لأن سالب 49 49 كل منهم معكوس جمعي للآخر. الصفر زائد 38 يديني 38 لأن الصفر عنصر محايد جمعي. الخاصية اللي بعدها عنصر المحايد الجمعي. طيب 38 دي موجودة في صاد، يبقى دي خاصية الانغلاق. هروح على المسألة اللي بعدها، هلاقي عندي برضو باستخدام الخواص 31 زائد 28 زائد سالب 31 زائد 72. هاخد برضو ال 31 هبدلها اجيبها جنب السالب 31، وبعد كده عندنا 28 مع ال 72 زائد 28 زائد 72. هاخد ال 31 والموجب الموجبة وال 31 السالبة مع بعض في قوس واقول زائد، بعد كده اخد ال 28 مع ال 72 في قوس. ال 31 مع السالب 31 يديني صفر زائد وهنا 100. طبعا هنا كان عندي إبدال، إنما هنا عندي خط دمج، وهنا طبعا 31 وسالب 31 دي خاصية معكوس الجمعي. الصفر زائد ال 100 هيديني 100 لأن الصفر عنصر محايد، وطبعا 100 بتنتمي لصاد خاصية الانغلاق. هروح على المسألة اللي بعدها، يقول لي هنا أوجد مجموعة الحل في طه وصاد. المعادلة الأولى 2 س ناقص 5 يساوي سالب 9. هسيب ال 2 س زي ما هي والسالب 5 انقلها بعكس الإشارة، يبقى ال 2 س زي ما هي والسالب 5 انقلها بعكس الإشارة يبقى سالب 9 موجب 5. 2 س هيساوي سالب 9 موجب 5 يديني سالب 4، إشارات مختلفة هطرح بالشرط الكبير. هقسم على الاتنين هنا وعلى الاتنين هنا يبقى س بتساوي سالب 2. الكلام ده بينتمي لصاد إنما لا ينتمي لطه. يبقى لو قال لي هنا مجموعة الحل في طه يبقى أقول له فاي، إنما مجموعة الحل في صاد هقول له هنا سالب 2. المعادلة اللي بعدها سالب 5 س زائد 1 يساوي سالب 19، يبقى هنا هسيب السالب 5 زي ما هي
والموجب 1 هنقله بعكس الإشارة، أو ممكن أضيف معكوس الجمع، يبقى أضيف السالب 1 للطرف ده وبرده السالب 1 للطرف ده عشان يبقى معاك الطريقتين. السالب 50 زي ما هي، موجب 1 وسالب 1 يديني 0، سالب 19 وسالب 1 يديني سالب 20. هقسم على السالب 5، يبقى هنا الس بتساوي 20 سالب على سالب بموجب، 20 على 5 فيها ال4. الكلام ده بينتمي لط وبينتمي لص، يساوي مجموعة الحل في ط أو في ص هنا هتساوي 4.